يا عيني يا عيني. أطيب سلطة فواكه ممكن تساووها وتجربوها طريقة كتير حتحبوها، كتير طريقة طيبة وسهلة. خلينا نروح على المقادير. سعد أوقاتكم حبايب قلبي. وصفتنا لليوم وصفة كتير حتحبوها يلي هي سلطة الفواكه. حنعمل سلطة الفواكه اللي على أصولها اللي بناكلها بالمحلات، وحتى حتطلع أطيب لأنه الفواكه اللي عنا فريش، وكتير رح تحبوها وكتير حتنبسطوا وقت حتجربوها. هلا انتي عندك الفواكه اللي انتي بتحبيها بتجيبيها، الفواكه اللي انتي المناسبة بتجيبيها. انا عندي 6 انواع فواكه رح ساويهم، فيك تزيدي قد ما بدك، تحطي من 4 انواع وانتي وطالعة. يعني مو شرط انك تحطي 6، فيك تحطي 4، بس مشان كرمال تكون يعني اطيب وتتشكل اكثر. هلا عندي الفواكه مقطعة قطع، بدها تكون خشنة شوي كرمال ما تذوب عندي وتصير مثل السلطة طبعا تبع الخضرة. هلا نمسك هاي الفواكه ومننزلها بالجط. بنبلش ننزل الفواكه كلها بالجاط شوي شوي من كل نوع كرمال يتخلطوا سوا وما نتعذب بخليطهم. كتير كتير سهلة وكتير حتحبوها، يعني هي كتير الوصفة سهلة. بعد ما نزلناهم بهالطريقة بنبلش بنخلطهم بس شوي شوي كرمال ما نفعوس الفواكه، بس كرمال يعني كلهم يصيروا روح وحدة، يعني قصدي انه يتخلطوا وما يضلوا كل نوع بجهة. هلا بنجيب عندي كاسة عصير كرمال تطلع لهم طعمة طيبة. كاسة عصير انا عندي اياها اناناس، انت اللي بدك اياه بتقدري تحطيه. بنصبها فوقهم كرمال تطلع لهم نكهة، يعني قد ما كانوا الفواكه يعني لهم هيك بيطلعوا من قلبهم عصارة وهيك، بس هي بتعطيهم نكهة اطيب للكل. وبنخلطهم شوي. وهلا عندي الفواكه صارت جاهزة. هلا بما انه عندي الفواكه صارت جاهزة، هلا بنبلش بنطبقها. نبلش نطبق. عندي سلطة الفواكه، هلا عندي عسل، عندي قشطة، عندي بوظة، وعندي مكسرات، وعندي الفواكه، عندي شوكولا حاطه بالكيس هلا بقولكم ليش، وعندي هدول الزبدتين اللي بدي طبق فيهم. هلا اول شي بنجيب كيس الشوكولا وبنبلش بنحط بنحط على الميل هيك، يعني على من داير الزبدية اللي عنا. نيوتيلا، اي نوع شوكولا بتحبوه انتو بتحطوه. هلا بنحط عنا بعد ما حطينا الشوكولا بنحط طبقه من البوظه، بدنا نحط طبقه ثانيه على الوش، بس بنحط هلا انتو بالشكل اللي انتو بتحبوه بتحطوه. هلا بنجيب عندي الفواكه وبنبلش بننزل قلب الزبديه. وهلا بنبلش بنحط طبقه بوظه ثانيه، انتو قد ما بدكم بتحطوا، هذا خيار إلكم طبعا. هي انت فيك تساويها بالشكل اللي بدك اياه، بس هيك اطيب طريقه. وهلا بنبلش بنحط القشطه اللي عنا. كمان بتحطي قشطه قد ما بدك، والقشطه هي اللي بتطيب السلطه. وهلا بنجيب العسل وبنبلش بنحط عليها عسل قد ما بتحبوه بالطريقه. طبعا ضروري العسل لحتى يعطي طعمه طيبه للقشطه. وهلا بعد ما وزعنا العسل بنبلش بنحط المكسرات اللي عنا، بنوزع المكسرات قد انتو شو النوع اللي بتحبوه. انا حاطه فستق حلبي وكاجو، انتو اللي الشي اللي بتحبوه بتحطوه. وهلا اخر شي عنا بنحط وهلا هيك طلعت النتيجة النهائية. شايفين يعني شي فاخر واطيب حتى من المحلات اللي بيساووا المحلات. شايفين يا عيني يا عيني، شايفين المنظر؟ شي طيب كتير كتير كتير، طلعت طيبة وكتير حتعجبكم. اتمنى تجربوها كما كنت. شايفنا انا بحبكم كتير.